السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي حبيباتي؟ عاملين ايه؟ الدجل والشعوذة بجد منتشر جدا. بقينا بعيد عن ربنا بطريقة فظيعة، بقينا بعيد عن العلم اللي احنا بنتعلمه، بقينا بندخل كلمة انا معمول لي عمل، او انا محسودة، او ابني اتحسد، او فلانة دخلت لي فرمت لي عين شريرة في البيت بطريقة مش ممكن تصدق ولا يتصورها عقل. يعني واحدة تبقى لسه متجوزة جديد عروسة، وتلاقيها بقى عمالة خايفة من الحسد، وتجري تروح لدجال وتقول له اعمل لي حاجة عشان تقيني من العين، وتقيني من الحسد، وتقيني من ان حد يعمل لي اي حاجة. طب انت ضامنة الحاجة اللي هو هيديها لك الدجال ده مش ممكن هي اللي تقلب لك موازين بيتك؟ مش ممكن هي اللي تقلب لك موازين زوجك؟ مش ممكن هي اللي تبوظ لك حياتك وتبوظ لك عيشتك؟ انت ازاي بتثقي في شخص كافر زي ده؟ انا مش هقول غير كده عشان بتقولوا تكفروا، لا، طالما هو بيدخل نفسه في الغيبيات والحاجات اللي ربنا بيعملها يبقى بني ادم مش مؤمن بالله ايمان صافي. ازاي انا اروح لبني ادم زي زيه، شخص زي زيه لا بيصلي ولا بيعرف ربنا، واروح اقول له احميني من الشيطان، او احميني من الحسد، او احميني من العمل، او احميني من السحر؟ ازاي يا جماعه؟ لو انت عايزه تحمي نفسك وتحمي ولادك وتحمي بيتك من السحر والحاجات دي، عشان انتوا هتقولوا لي ده مذكوره في القران، طب ماشي، ما القران برضو جايب لك الحل، وجايب لك العلاج، وجايب لك الحاجات اللي تقدري تقي نفسك بيها. عندنا الرقيات، وعندنا القرآن، وعندنا صورة كاملة لو شغلتيها كل يوم في البيت هتحميكي وتعمل لك الحماية اللازمة بتاعتك. لكن احنا سيبنا كل ديننا، سورة البقرة طبعا، احنا سيبنا كل الحاجات دي ونلجأ للدجالين. واحدة حماتها تبقى مضايقاها او مزعلاها او خانقاها، تروح تجري تعمل لها عمل بالمحبة. المحبة ما بتتعمل لهاش عمل، المحبة معاملة زائد معاملة. المحبة عمرها ما يبقى ليها عمل يخلي بني آدم يحبني أو يتعمي. هي اسمها يتعمي بقى، مش اللي هو يحبني، بيبقى معمي مش شايف هو بيعمل ايه، ماشي وهو مش حاسس هو بيعمل ايه في الدنيا. السحر الشرير موجود، موجود لان الشخص ده اللي انت بتروحي له ده ممكن يضرك. حتى لو انت بتقولي ده انا رايحه له علشان يحميني، او يعمل لي بالمحبه لزوجي، او يحمي لي ابني من الحسد، الحامي هو الله. ليه كده سايبين الشريعة بتاعتنا والدين بتاعنا والحاجات الحلوة والطيبة اللي ربنا سبحانه وتعالى باعتها لنا، ونروح نجري لواحد الشيطان هو اللي سايقه؟ تبقى واحدة مثلا ابنها يحصل له حاجة تقولك ده اتحسد، انا ابني اتحسد اصل فلانة اللي مثلا ما بتخلفش لما شافته حسدته. طب ليه ما نقولش ان ده قضاء وقدر؟ يعني الحاجات التعويرة، المرض، الحادثة، العملية، الحاجات دي ده قدر. لو مين حاول يأذيكي او يأذي ابنك او يأذي عيلتك مش هيقدر يأذيكي، زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده، ولو اجتمعوا على ان يضروك لو فاكرين. فما تديش ودانك للجهل، للكفر، ما تديش ودانك للكلام ده. الحاجات دي موجودة ومعاكي انها موجودة، بس ليها علاج، ليها علاج بتاع ربنا، ليها علاج ديني. ما نروحش الواحد جاهل قاعد ماسك ورقة وقلم وبيعمل حجابة وشوية مش عارف ايه اللي انت بتاخديه بتحمي بيه ابنك او بترميه في بيتك. تعرفي هو ايه ده؟ اما يمكن هو مديكي اللي يأذيكي عشان ترجعي له تاني. يعني مثلا ايه، اداكي ميه ترميها في الاركان، قمت ولعت انت وجوزك في بعض، هتعملي ايه؟ هتروحي له، انا عملت اللي انت قلت لي عليه وكلنا بعض انا وجوزي. يبقى مين المستفيد هنا؟ هو. ممكن يكون انت عندك شوية مشاكل عادية بتاعة البيوت، بتاعة اي بيت عنده اي مشاكل، عندك زنقة، عندك قلة رزق، كل ده موجود وله ايات وله صور في القرآن تقدري تقريها. فتروحي انت تجيبي لنفسك مصيبة تاني منه. يعني يحط لك هو حاجه في البيت عشان تفضلي تروحي له ورجلك تبقى رايحه جايه عليه، يحل لك حاجه ويبوظ لك حاجه تانية. صدقيني وصدقوني والله العظيم، علاج الحسد، وعلاج السحر، وعلاج الرزق، وعلاج الضيقه، وعلاج الطاقه السلبيه والحاجات اللي احنا بنحكي عنها وبنروح للدجالين عشان يحلوها موجود معانا في كتاب القرآن. شغلي قرآن كتير في بيتك، اقري قرآن، صلي. لما تلاقي نفسك ان انتي متضايقه او جوزك متضايق، قوموا صلوا، قومي جيبي التلفزيون وقنوات القرآن كتير جدا،
شغليها في البيت، هتحمي بيتك وهتقيه وهتخلي روح البيت كويسة، وهتمشيلك اي حاجة واي مضايقات واي حاجة مضايقاكي او مضايقة جوزك هتمشي من البيت. لكن الدجل والشعوذة والهوكس فوكس ده مش عايزينه يا جماعة. عايزين نرجع لديننا، نرجع لعاداتنا، نرجع لأخلاقنا. ويا رب يا رب ترجعوا لديننا ولعاداتنا ولأخلاقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.